مش كل اللي بيلمع بلون فضي يبقى تريبس، ومش كل اصفرار في الورقة يبقى نقص تسميد. النهاردة هنتكلم عن الكائن اللي بيتحداك ب8 أرجل مش 6، الأكاروس أو العنكبوت الأحمر، العدو اللي بيبني بيته على حساب زرعك وبيختفي في الوقت اللي انت فاكر فيه ان كل حاجة تمام. الأكاروس مش حشرة عادية، ده مصاص دماء النباتات، بيمتلك أجزاء فم زي الإبر بيغرسها في قلب الورقة وبيمتص منها الكلوروفيل، يعني بيسحب روح النبات ولون الأخضر، والأخضر سرعة انتشاره. في أسبوع واحد بس البيضة بتبقى جيش كامل وجاهز للاحتلال، خصوصا لو الجو حر وجاف. ده الموسم الذهبي بتاعه. ازاي تعرف انه موجود قبل ما الكارثة تحصل؟ بص على السطح السفلي للورقة، لو لقيت نقط مجهرية بتتحرك يبقى هو. علشان تغلبه لازم تكون أذكى منه. سلاح المية، الأكاروس بيكره الرطوبة، غسيل الورق بالمية بيعطل تكاثره. الرش المتخصص، مش اي مبيد ينفع معاه، لازم مبيدات اكاروسيه متخصصه توصل للسطح السفلي للورقه مكان ما هو مستخبي، زي الابامكتين مع الهكساسيازوكسي والبيرودابين. في عالم الزراعه العين الخبيره هي اللي بتنقذ الموسم. الاكاروس بيراهن على انك مش هتشوفه، بس انت بعد الفيديو ده بقيت كشفه. لو واجهت العنكبوت الاحمر قبل كده قولي في الكومنتات استخدمت سلاح ايه علشان تهزمه.